هوريها لكم. دي اسعد لحظه بالنسبه لنا كلنا لما بتصحي الصبح تلاقي البيت نظيف، وبالذات المطبخ والحوض بتاعك فاضي ورايق وما فيهوش اي حاجه. دي اسعد لحظه بالنسبه لي انا شخصيا، فاحكدوا بقى عليا، احكدوا. النهارده الجمعة 1 فبراير، أول يوم في الشهر الجديد. بصراحة بحاول كده مع نفسي اللي هو أول يوم في الشهر يبقى بداية جديدة كده أبدأها مع نفسي. بخطط معاكم النهارده وهقول لكم ايه الحاجات اللي أنا بعملها في الأجندة واحنا على الصبح كده وأنا لسه دماغي فايقة. انتوا متوقعين طبعا ان ده شاي بلبن، صح متوقعين؟ او نسكافيه باللبن. يا سلام، للاسف كل توقعاتكم غلط، ده ميه. بسبب آسر. بصراحه يا حبيبي غصب عنه طبعا. اليومين اللي فاتوا كان تعب جدا جدا جدا، ورحنا كشفنا عليه فالدكتور طلب تحليلات، وللاسف طلع عنده حساسيه البان. الحمد لله طبعا على كل حاجه. فالموضوع ده مخليني علشان اعرف ارضعه طبيعي ممنوعه من كل منتجات الالبان، لبن، جبنه، زبده، مع شويه حاجات تانية برضو الدكتور كاتبها لي ان انا ما اكلهاش وما اشربهاش. فمش عايزه اقول لكم انا ايه اللي حصل لي. انا بقالي كده تقريبا داخله في شهر الا ربع ما بشربش شاي بلبن، ما بشربش نسكافيه باللبن. عارفه يعني مش قادره اوصف لكم احساسي. بقول لكل ام ممكن تحرم نفسها من حاجه علشان خاطر طفلها، فدي يعني حاجه انا كنت متخيلها سهله، بس فعلا صعبه جدا ان انت تبقي نفسك في حاجه ومش عارفه تشربيها. فيلا الحمد لله بحاول بقى اليومين دول ان انا الجا شويه للاكل الصحي. فانتوا متخيلين بقى شوشو اللي كانت بتصحى من النوم تضرب شاي بلبن، بيض، نسكافيه باللبن، سندوتشات، حاجات كده تقيله، فبقت بتاكل اكل صحي. مش عارفه يعني حاسه ان انا كيوته. الفطار طبعا اسرع فطار ممكن يتاكل صحي، موز وعليه عسل ومعلقتين شوفان. بصوا الشوفان انا جربته بكذا طريقه، والشوفان اللي انا باكله ده كويكر، كنت وريتهولكوا قبل كده صح؟ تهيألي. ممكن تحمصيه كده على الناشف وتاكليه هيبقى حلو. وممكن كمان تحطي عليه ميه، هو اصلا سريع التحضير، فممكن تحطي عليه ميه وتاكليه بسرعه، وتحطي عليه زبادي لو انت مش بتحبي تاكليه ناشف. بس انا بصراحه يعني عكس كل الناس، انا بحب اكله كده، بحب اكله ناشف كده، يعني اللي هو بحس ان هو طعمه حلو يعني، بس طعمه كده اكتر حاجه، فدايما بستسهله بصراحه كده. يلا بقى نبدا بقى تخطيط ونفرد الحاجات بتاعتنا، علشان عايزه اقول لكم على حاجات كتير ناويه اعملها الشهر ده. بجد فشلت فيها. انا الميه دي حطاها علشان اشربها، على بال ما اخلص تخطيط واخلص كل الحاجات دي اكون شربت كوبايه الميه دي. بحاول يعني يا رب تكون فتحه خير علينا الشهر ده يا رب، وتكون بدايه حلوه ونعرف نعمل كل اللي نفسنا فيه. هقول لكم على شويه حاجات انا بعملها. اللوحه دي كانت جايه مع الاجنده، وكلكم متوقعين ان هي بتتحط على الحيطه صح؟ المفروض ان انا بحطها على الحيطه، وكل شهر بحدد الحاجات اللي انا عايزاها. فانا ما حبيتش الموضوع ده بصراحه. جيت مره لزقتها على الحيطه بس ما حسيتش ان انا مرتاحه ليها يعني، فقلت هعمل ايه، بقطع كل شهر لوحده. فقطعت شهر 2 كله، هو بيبقى كله شهر كده مترتب. فاخدت الاشهر، وطبعا الايام بتبقى مكتوبه في الاول هنا، مكتوبه هنا، فانا قطعت الورقه فمش مكتوب معايا الايام. فبحدد بقى ان كل يوم متلون بالازرق، هما ملونينه ده يوم السبت، علشان ابقى عارفه بعد السبت لحد كده يعني. كتبت دعاء في اول الشهر: اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. بصوا الدعوه دي انا بحبها جدا 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 جدا، بحب دايما اقولها يعني. هبدا اكتب الحاجات المهمه في الشهر ده كله واعلقه على اللوحه بتاعتي، على التلاجة، تعمليه على الحيطه، تعلقي الشهر على الحيطه، المهم يبقى الشهر كله قدامك. لان انا بصراحه مش من الشخصيات اللي كل يوم ممكن افتح الاجنده. النهارده في الشهر ده هيبقى فيه عيد ميلاد مين، عايزه اقول له كل سنه وانت طيب. في الشهر ده هيبقى في تطعيم آسر علشان ما انساش اكتبه اهم حاجه. في ايه تاني، في حاجات كتير ببقى عايزه بقى احددها وتبقى دايما موجوده قدامي، وما بيبقاش مكتوب كتير. انا بكتب قدام اليوم بس، النهارده هيبقى فيه كذا، ممكن اعدي يومين ما اكتبش، اكتب في الاسبوع التاني الاسبوع ده هيبقى فيه كذا، عشان الزهايمر اللي انا فيه. فابقى على طول كده حاطه كل حاجه قدامي وفاكراها، حتى لو نسيتها اشوفها فجاه كده استفوجئ فاحس ان انا افتكرتها خلاص. الشهر ده بقى هيبقى فيه حاجتين مهمين قوي 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 لازم اعملهم
لان حاجه فيهم اساسيه، يعني اساس حياتي، وهي ان انا اصحى بدري. بالنسبه بقى للاكل الصحي، انا جبت كذا اكله وكتبتهم هنا، يعني كذا فطار وكذا حاجه تساعدني علشان ما توهش وما احسش ان انا مش لاقيه حاجه اكلها، والاحساس اللي انتوا عارفينه ده. فكتبت كذا حاجه هنا، وطبعا هبقى اشاركها معاكم في الفلوجات. بس هبدا بقى اعلق الحاجات اللي انا كتبتها وحددتها على اللوحه بتاعتي، وخلاص شربت الميه بتاعتي كلها، فاضل حبه صغنطاطين، وكلت الاكل بتاعي، وشوفوا بقيت نشيطه يعني. علمت طبعا صح علشان النهارده اكتر يوم انجاز. انا النهارده صحيت بدري، انا النهارده صاحيه الساعه 8، فده انجاز فظيع فظيع فظيع. ومن هنا بقولك يا نبوية، علشان تبدأي يومك بكل نشاط وحيوية لازم تصحي بدري يا نبوية. عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. ايه رأيكم بصور صورة دلوقتي الانستجرام؟ بقالي كتير جدا مش متفاعلة عليه، وبصراحة عايزة ارجع انزل حاجات فيه. ساعات بنزل ستوري بصراحة، بس مش بنزل على انستجرام نفسه. فقلت ان انا كل يوم جمعة ان شاء الله هنزل صورة، بحيث ان انا ابقى حطيت يعني معدل كويس ان انا كل يوم جمعة هنزل صورة، واحتمال برضو هنزل يوميا. فاللي مش متابعني على الانستجرام يروح يتابعني هناك. من الحاجات اللي انا بحاول اهتم بيها برضو السنة دي قوي علشان تكبر مع القناة ان شاء الله، قلت ان انا اصور الصورة دي، اعمل تنسيق كده بسيط الصبح، اصور صورة، ومنها كمان ان انا اطور موهبة التصوير اللي عندي. يعني بحاول بصراحة. مش عارفة اسيبها غامقة كده ولا افتح شوية، حاساها كده حلوة. نظبط بقى الزوم. يلا بقى ندي الصورة، 1 2. حلوة صح؟ يلا بقى هستناكم على انستجرام تروحوا تكتبوا تحت البوست ده وتشوفوا الصورة اللي انا صورتها واستقريت عليها، بس ان شاء الله هي الصورة دي. يلا بقى ندخل في شغل الجد بتاع البيت، علشان اللي انا بعمله ده دلع بصراحة. طقت دلوقتي في دماغي حاجة عايزة اعملها، متعودة ان كل يوم جمعة، مش كل يوم جمعة، ساعات بعمل في ايام في وسط الاسبوع ان انا اعمل حاجة حلوة. فطقت في دماغي دلوقتي ان انا اعمل الجيلي ده، بس اعمله في القالب ده. شايفين القالب ده؟ هيطلع طبعا ليه شكل، وعايزه اعمله طبقات، يعني طبقه يبقى لونها احمر، طبقه اصفر، كان المفروض يكون فيه طبقه اخضر بس انا ما عنديش اخضر. انا عندي فراوله وعندي مشمش وعندي مشمش وعندي مانجا. فهعمل باللي موجودين دول، هحاول ان انا اظبطهم يبقى الاحمر طبقه حياديه. كان المفروض ان انا ابدا فيه من بدري، ليه؟ لان انا هعمل طبقه واحطها تجمد في التلاجة، وبعدين اطلعها واحط الطبقه التانية، وبعدين اطلعها، يعني موال شويه. فلو انتي هتعملي الفكره دي اعمليها من بدري اول ما تصحي، بحيث ان على اخر النهار تبقى جمدت معاكي خلاص ويبقى يتاكل. فما علينا، هعملها دلوقتي. الميه دي انا غليتها ميه مغليه، وهعمله كله بميه مغليه. هو المفروض الجيلي بيتحط عليه كوبايه ميه مغليه، يعني العلبه الواحده بيتحط عليها تقريبا كوبايه واحده مغليه وكوبايه واحده خلاص حطيت هنا الفراوله، وحطيت هنا المشمش، وحطيت هنا المانجا. هحط عليهم بقى الميه السخنه واحده واحده. اهم حاجه في الجيلي ما تحطيش عليه ميه ساقعه غير لما تحسي ان خلاص الجيلي داب خالص وما بقاش فيه حاجات مرقده في قعر الحاجه اللي انت بتعملي فيها يعني. فانا كده خلاص دوبتهم كلهم كويس جدا. هبدا اضيف بقى شويه ميه ساقعين عادي، ميه ساقعه، ميه من الحنفيه عادي خالص، شويه صغيرين. هو المفروض اضيف على كل كوبايه ميه سخنه اضيف عليها كوبايه ميه ساقعه، بس انا مش عايزه اكتر الميه قوي علشان يجمد معايا بسرعه. هو كده مبدئيا هو بارد شويه، بارد كتير،
فهسيب دول بقى بره على الرخامه كده، مش هحطهم في التلاجة علشان ما يمسكوش قوي في بعض. اما طول ما هم على الرخامه بره استحاله الجيلي يمسك في بعض، وهيفضل القوام بتاعه سايل كده. هحط شويه من الجيلي الاحمر ده في القالب. استنوا كده، بسم الله، اللي هو يبقى طبقه معايا. ماشي، هحط دي بقى في الفريزر واروح اشوف الاستاذ آسر علشان عمال يزن، وهرجع بقى شويه كده هيكون الجيلي ده جمد شويه. ابدا بقى احط طبقات تانية ملونه، يعني هبدا ابدل ابدل ابدل. ربنا بس يديني الصبر، انا حاسه ان عمري هينتهي النهارده مع الجيلي ده. هو كان المفروض بصراحه ان انا ابدا فيه من بدري، بس يلا هي غلطتي. بصوا ده شكلها بعد بالظبط تقريبا نص ساعه او تلت ساعه، خلاص جمدت خالص. هبدا بقى احط حبه من دول. بسم الله. كفايه كده كمان. بصراحه عايزه اخلص، يعني حاسه ان انا هفضل طول اليوم اعمل في الجيلي ده. هحطه تاني في الفريزر، يلا بينا. اكتر يوم كنت محتاره اعمل فيه اكل ايه النهارده هو النهارده. كنت محتاره اعمل اكل ايه، فقلت هعمل سمك. بصراحه انا ما بعملش ابدا سمك في البيت، تقريبا من يوم ما اتجوزت ما عملتش سمك في البيت، دايما بجيبه من بره. بس عملت رز بالبصل، بصوا طعمه بيبقى تحفه، ده اكتر رز بحبه مع السمك. عملت معاه سلطه، هخلص بقيه الحاجات وهوريكم في الاخر. بس هو ده الاكل. بصراحه بحاول يوم الجمعه ده اريح نفسي من الاكل شويه وضغط الاكل. كل اللي انا عملته الرز والسلطه، بس تعبت بصراحه. خليكم انتوا بقى حلوين مترصرصين كده لحد ما اشوف اخرتكم ايه. بصراحه طالبه معايا بقى دلوقتي وقت الاستقنياس بتاعي. هعمل قهوه. تعالوا اقول لكم انا بعملها ازاي بسرعه وبتطلع حلوه، والوش بتاعها بيبقى مضمون، يعني مضمون على ضمانتي. اول خطوه علشان تطلع القهوه معاكي تكون ليها وش وتبقي ضامنه ان هي يبقى لها وش، سخني الميه الاول. انا بحط الميه في الكنكه شويه واسيبها تسخن. بصراحه اللي علمني الطريقه دي جوزي، واللي علم جوزي حد يعني عندهم في الشركه بيعملها كده، هو بقى عارف يعني الطريقه بتاعتها. فقال لي سخني الميه الاول وبعدين حطي السكر والقهوه، هتبصي تلاقيها بتدوب بسرعه. يعني مثلا انا هحط عن نفسي بحط 3 معالق سكر، كتير بس انا بحب سكر زياده قوي في القهوه. انا اصلا بحب سكر زياده في اي حاجه يعني. تمام. الميه بقى بتبقى سخنه فبتخلي السكر يدوب بسرعه جدا. كبيره كده. بصوا انا مش بكتر القهوه، لازم اوقع يعني عادي، انتوا اتعودتوا على كده. بص انا مش بكتر القهوه قوي، انا من نوع الناس اللي مش بشرب قهوه كتير، ومش اي نوع قهوه بشربه. يعني في انواع قهوه كده لما بتكون تقيله قوي وساده وتقيله بتعمل لي خفقان في القلب، بتعمل لي عارفين اللي هو بتسرع ضربات قلبي، فبتخليني عندي اعياء وبحس ان انا عايزه ارجع. فاللي بشربه اللي هو القهوه بتاعت ابو عوف، البن الفاتح، المحوج كمان، فما بيبقاش فيه نسبة بن كتير. وبعدين بقى باخدها على النار، بحطها على نار هادية خالص وبفضل متابعاها وشايفاها علشان انتوا عارفيني زهايمر وبنسى اي حاجة. ده بقى بيبقى وقت الاستقنياس بتاعي، الوقت اللي الاسر بينام فيه شويه، يعني بينام له حوالي ساعه بعد المغرب كل يوم. بقيت عارفه الميعاد ده فخليته هو وقت الاستقنياس بتاعي. توتو بتبقى صاحيه بس بتبقى مع نفسها شويه، يعني بتقعد تلعب تعمل اي حاجه. بقول لها بقى ان الوقت ده يا توتو ارحمي امي فيه. بتفق معاها على كده، اقول لها خلاص بقى كفايه عليك اليوم كله. المهم بقى الروايه دي انا كنت جايباها من زمان جدا، تقريبا كنت جايباها وانا حامل في اسر في الشهر السادس، يعني من زمان جدا. قريت اول 3-4 صفحات منها وكنت متحمسه ليها قوي، وجيت تعبت ودخل علينا رمضان ما كانش عندي وقت خالص اقرا فيه، فقلت هجيبها بما اني بحب القرايه قوي في الشتاء.
بس بصراحة الواحد بصراحة يعني ساعات ما بيبقاش عنده وقت كتير قوي للقراية، فبحاول ادي القراية شوية من وقتي اليومين دول. بس بقى هروح اشرب القهوة بتاعتي والحق اقرا لي صفحتين قبل ما اسري يصحى. خلاص اخيرا الطبقة اللي هحطها دي هتكون اخر طبقة الحمد لله. بصوا انا كنت كل طبقة بحطه في الفريزر، بحط طبقة واحطه في الفريزر لحد ما بيجمد كده، وببدأ احط الطبقة اللي بعديها. بس بعد اخر طبق دي هحطه في التلاجة، مش هحطه في الفريزر علشان ما يجمدش ويبقى تلج. انا عايزاه يبقى جيلي وقوامه جيلي. انا بس كنت بحطه في الفريزر علشان يسرع معايا عملية انه يجمد طبقة ورا طبقة ورا طبقة، فاعرف احطهم بسهولة. بصوا بقى انا قررت ان هيكون في كل فلوج بنزله في فقرة كده هسميها فقرة العودة للطفولة. وانا قاعدة دلوقتي جه في دماغي، فاكرين القصيدة اللي كنا بناخدها واحنا صغيرين، اللي هي بتاعت قطتي صغيرة؟ المهم ان انا لقيت نفسي مرة واحدة عمالة اقول قطتي صغيرة. مين بقى كان من الجيل ده؟ انا ده الجيل بتاعي، انا كنت باخدها تقريبا وانا في اولى ابتدائي. انتوا كنتوا معايا في نفس الجيل ولا انتوا؟ انا حاسه في منكم صغير شويه عني، بس انا مش كبيره والله، ده انا كيوته خالص، ده انا عندي 26 سنه بس. اول ما جبتها وقعدت اقرا فيها حسيت اللي هو مع كل بيت في القصيده دي او مع كل كلمه، هي مش ابيات، ده هي كلها على بعضها مش محصله 10 كلمات، بس مع كل كلمه بقراها والله عيني دمعت، اللي هو يعني ذكريات بقى وايام الروقان، ايام ما كنا دماغنا ما فيهاش حاجه تقريبا، دماغنا فاضيه ميح. فاكرينها بقى؟ يلا اللي فاكرها يقولها. يلا الفيديو اللي جاي ان شاء الله بقى هبقى افكركم بحاجه تانية. بص المهم ان القصيده دي قلبت معايا كل الذكريات، ولقيت نفسي عماله ابحث عن ذكريات الطفوله والحاجات دي. فاكرين الشنطه دي؟ فاكرين الشنطه دي؟ مش عارفه بقى كانت عندكم ولا لا، بس انا واحده من الناس كان عندي الشنطه دي، بس ما كانش لونها اسود، كان لونها احمر. الشنطه دي ايام ما كنت رايحه اشتريها اتخانقت انا وبابا جدا، لان دايما كنت انا الحاجات اللي بختارها كانت بتبقى عكس اختيارات بابا. بابا بقى كان بيبص للخامه للجوده، ان الشنطه دي فيها صوصات كتيره فتاخد حاجتي، فاللي هو كان بيبص بصراحه لحاجات عمليه. انا حاليا دلوقتي لما باجي اجيب حاجه لتوتو ببص لنفس الحاجات، بحس ان نظرتي هي نظره بابا زمان لما كان بيختار لي اي حاجه. انا بقى كنت عكسه، كل ما يجي يختار لي حاجه اقول له لا، يعني بصراحه كنت وحشه جدا. كنت انا بقى دايما عايزه الشنطه دي. كان في على ايامنا برضو شنطه فيها شكل من دي، مش زي دي بالظبط بس كانت نفس التفصيله دي. طبعا دي ما كانتش بتاخد حاجات كتير، وكنت اقعد بقى اتخانق انا وهو، لا انا مش هجيب التانية انا عايزه دي، والاخر برضو يجيب لي التانية. والله ذكريات حلوه. وكل كوم وشكل الاقلام بتاعتنا فاكرينها؟ كنا لازم نبقى واكلينها من تحت ومن الجنب ومن فوق، ويعني يبقى ابن برنسيسة اللي معاه القلم باللبيسة بتاعته. يعني بصوا كانت ايام والله كحرطة. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هبقى اجيب لكم برضو في فقرة العودة للطفولة حاجات حلوة كده، يعني تفكرنا بايام الطفولة والايام الحلوة، الايام اللي كنا فعلا ما كناش شايلين فيها هم اي حاجة في اي حاجة. يلا الحمد لله. انا طلعت الجيلي من التلاجة وقلبته خلاص كده، وحاسه ان انا هتصدم صدمة عمري، ربنا يستر. يلا 1 2 3 بسم الله. مش بقولكوا حاسه ان انا هتصدم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شفتوا؟ بتحطي نفسك في مواقف بايخة. ايه ده؟ انا مش عارفه هو ايه اللي حصل له ده، الشكل العام ده انا كنت متخيله. بس يا توتو بقى يا توتو علشان انا مصدومه. انا كنت متخيله انه هينزل درجات بقى اصفر فاحمر فاصفر فاحمر. اتصدمت، انا اتصدمت. ايش هذا؟ انا عمري طول اليوم ضاع في الجيلي. وما طلعش زي ما انا كنت متخيله، انا كنت متخيله حاجه تانية خالص، حاجه تالتة خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا قلبي؟ وقلت بقى هقول لكم على فكره جديده للجيلي وتعملوا درجات. وطول اليوم احط في الفريزر واطلع، احط طبقه كمان وارجع احط تاني يجمد واطلع احط طبقه كمان. انا اتصدمت يا جدعان، انا اتصدمت بجد. ايه ده؟ طب احاول اجيب، يعني مش عارفه اعمل مش عارفه، مش حساك انت ايه. تضحك عليا. شايفين هو ده الشكل اللي طلع معايا، وبقيت الشكل هنا مش عارفه ايه المشكله، مع ان انا سبته كتير جدا كده عمال يجمد. انا سايباه بقالي مده، انا سايباه بقاله مده طويله بيجمد في الفريزر في التلاجة. بقاله سنه على رأي توتو. بقاله كام سنه يا توتو؟ توتو
انا مشكلتي التعب اللي تعبته فيه، ان انا طول اليوم